السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بالصلصة بس حلو جدا. هنقول بسم الله. حطينا الزيت يسخن معايا، بعد كده بصلتين كبار متقطعين جوانح هنمسكهم بقى نشوحهم تشويحة كويسة كده مع الزيت. الرز المصري بعيار المية بتاعته، كل كوباية رز بتحط لها كوباية وربع من المية عشان يطلع معاكي مفلفل، وتكون المية مغلية، ده لازم، والرز يكون متشوح كويس. هنحط مع البصلة بتاعتنا معلقة من الملح عشان البصلة تدبل. هسيبها تدبل شوية، بعد كده بعد ما دبلت معايا هنحط نص معلقة من الثوم المفروم، معاهم فلفل اخضر متقطع، وهنشوحهم مع بعض. هنشوح البصل اللي دبل مع الثوم مع الفلفل الاخضر تشويحة كده كويسة لحد ما ريحة الثوم والفلفل تطلع معايا. خلاص ريحتهم بانت معايا كده. هنبدأ نحط معلقة كبيرة من الصلصة وعصير طماطم، بس الطماطم بتاعتي كانت متفرزة. هنحط التوابل، معلقة من الكمون المطحون، معلقة من الكزبرة المطحونة، وهنحط معاهم معلقة من الفلفل الأسود، وطبعا هنظبط الملح بتاعنا، ومعلقة من القرفة. يبقى التوابل فلفل أسود كمون وكزبرة وقرفة. غسلنا الرز المصري بتاعنا وصفيناه كويس قوي، مش منقوع ولا اي حاجه، مغسول بس متصفي. هنحطه على الطماطم بعد ما اتسبكت وهنقلبها تقليبه كده كويسه. احنا قلنا عيار الرز المصري الكوبايه بتاخد كوبايه وربع من الميه، بس يا ريت تكون الميه بتاعتك مغليه، ما تضيفيش الميه البارده على الرز، بيطلع مش كويس، يعني بيطلع معجن. نحط بقى الميه المغليه على الرز بتاعنا وهنقلبه، هنسيبه لحد ما يغلي كويس، بعد كده توطي عليه النار وتسيبيه لحد ما يكمل التسوية بتاعته، وتظبطي الملح بتاعك في المرحلة دي، بتدوقي المية وتظبطي الملح بتاعك. ده الرز بتاعنا بعد ما خلص. ألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. بألف هنا.